وشريحة المتدربين يعني ما هي مسؤوليتكم أنتم كشريحة؟ ممكن الشباب أو أيضا الشباب المقبل اللي ممكن يدخل محك الجراحة، جراحة القلب، وتعتبر من أهم الجراحات. يعني ما هو وظيفته إذا كثفتوا المجهودات والآراء والأفكار والأهداف وخاطبتوا مجلس التخطيط؟ كذا ما هو حكينا فيه، وأنا شخصيا حكيت فيه المجلس التخصصات الطبية. طبعا قالوا لي تبي تغير، تبي تتدرب في قسم معين من جراحة الصدر معتمدا مثلا، تبي تشتغل في جراحة الصدر، وبعدين لغاية ما يجي تحصل فرصة تطلع برا ودير أي حل. يعني بتقعد تشكي وخلاص، تبي تمتحن امتحانات وقص. يعني تبي تشتغل في جراحة القلب، ومثلا تبي تقرا في جراحة عامة أو جراحة عظام عشان تاخذ شهادة جراحة عظام. بعد ما تاخذ الشهادة ممكن إذا كان حصلت فرصة تطلع برا وحصلت تجيب شهادة من برا، حترجع جراحة القلب. هذه معاناة، المشكلة. برضو أيضا معاناة في تعتبر. يعني حتى تو الإحصائية اللي حكينا عليها تو، لما المفروض أن يعني ما تكونش 320 حالة في السنة. المفروض تكون 800 حالة في السنة. بالنسبة ل 6 مليون مواطن ليبي، لو كان أنا صحيح بالرقم. صحيح. المفروض تكون 800 حالة سنويا بالنسبة لجراحة القلب أطفال، لأن نسبة زي ما تقولي ممكن ثابتة. كل عدد ولادة معينة ممكن نسبة ثابتة أن في تشوهات في القلب. وأصبحت متفاشية أيوه. هالظاهرة بالتحديد هي تشوهات القلب طبعا هي نقطة مهمة حتى أنت أشرتيها. هي مش متفاشية، هي قاعدة حتى من قبل، لكن ما فيش تشخيص، ما فيش كيف يشخص. صحيح. وهذا إحدى الأخطاء. تشوهات القلب ما لهاش علاقة بأي حاجة، يعني ما لهاش علاقة يعني مش مرض معين له علاقة ببيئة أو شيء، فهمتي؟ لها علاقة يعني جنين تشوهات خلقية، يعني نسبة ثابتة تجي. بس أكيد في عوامل أحيانا في عوامل. ممكن الأم لما تكون عندها مثلا سكري، عندها نسبة عالية أن الابن بتاعها يكون عنده تشوهات في القلب، هذه أكثر حاجة أنه يكون عندها السكري. نحن شو رأيك نحكوا شوية عن المشاكل اللي ممكن يصاب بها هالعضو الفعال والمهم جدا القلب، لكن نذكر أني مشاهدينا مجددا بأرقام تليفوننا بحيث أنه يكون في تفاعل، وأيضا طرح استفساراتهم واستشارات طبية بخصوص هالعضو المهم جدا. زي ما نوهت أرقام تليفوناتنا 478 2206 أو 07. زي ما قلت هالفقرة منكم ليكم، فبالتأكيد حتكون عندنا بعض الاستفسارات. أخطر مشاكل اللي يصاب بها القلب دكتور، يعني تشوف اللي أكثرها خطورة؟ يعني ما اقدرش اصنف لك الاكثر خطوره، بس يعني حسب اذا كان نحكي على الاطفال واذا كان نحكي على الكبار. طبعا هو مجال كبير. بالنسبه للكبار الاخطر شيء هو عاده يكون انسداد الشرايين. انسداد الشرايين بالنسبه للشريان الرئيسي والشريان الايسر، التاجي الايسر هو اخطر شيء، لان الانسان اذا كان يعني صار له انسداد فجاه يتعرض للموت. في مشاكل اخرى يعني مثل الصمامات، اتساع الشريان الابهر. مشاكل بالنسبه للاطفال طبعا عده مشاكل. الناس قلت لك عليها TGA، هو اللي هو انقلاب الدوره الدمويه الرئويه. يعني حتى مشاكل خطيره. شو رايك لو ناخذ كل على حده شويه بحيث ان احنا نعطوا له يعني اشاره كامله من منطلق الاصابه ووصولا الى اساليب الوقايه منها. نحن اولا شخصنا قلنا في اصابه للاطفال وللكبار، صح؟ طيب الاطفال عاده ممكن يكون منذ الولاده، وممكن انه يصاب باي مرض قلب ما بعد ذلك. من الممكن، صحيح؟ بالنسبه من نادر طبعا يكون مكتسب مرض القلب في الاطفال. الأكثر شيء هو التشوهات الخلقية. بالنسبة للتشوهات الخلقية في الأطفال في العادة هم التشخيص نتاعها السبب حتى هي مضاعفات المريض اللي لما يصير له مضاعفات في القلب السبب تأخر تشخيص. يعني ممكن المريض يكون عنده ثقب في القلب بعد 25 سنة يكتشف أنه عنده ثقب في القلب. يعني حتى المفروض في أقل شيء يعني أي مريض أي طفل يعني يأتي حديثي الولادة، إذا كان الدكتور حس بأي أن حاجة مش طبيعية يدير له أقل شيء جهاز إيكو. هو جهاز. وتأخر التشخيص هذا ناتج من تأخر ظهور الأعراض، أعراض المرض. نعم. عادة أحد أسباب أهم سبب هو تأخر ظهور الأعراض أو حتى إهمال المريض لنفسه، يعني عنده أعراض بسيطة. اللامبالاة.
بالنسبة لنقلة الكبار، جراحة القلب كبار، طبعا عادة معروفة هي التضخيم والسمنة والسكري والضغط. السكري، لما أقول سكري مش معناه اللي عنده سكر معناه خلاص أنت بيجيك مرض قلب، لا. في اللي عنده سكري وحياته طبيعية، لكن المهم أنه يهتم بالمرضى هو. يعني احنا نقولوا أنت جاك سكر تو خلاص انتهت المشكلة. المشكلة عندك تو سكر، ما أنت اقتنع بها، لكن المشكلة في شيء أن إذا كان ما اهتمتش بالسكر حيصير لك أمراض قلب، أمراض كلى، الشبكية، الأمراض العصبية. هذه هي المشكلة بس بالنسبة للكبار يعني، وعادة أهم سبب هو التدخين. طيب دكتور، ناخذ معنا استفسار من أم فيصل. أم فيصل صباحك سعيد. صباح الخير. صباحك ورد إن شاء الله. صباح الخير دكتور. صباح الخير، مرحبتين. الله يسلمك. والله بنسألك، أنا عندي ولد حماتي هذه عمرها سنة. با وعندها قالوا لها مشت هذه عينوه كلها مشي، قالوا لها عندك زوز ثقب في القلب. زوز با ايه، نبوا السبب ونبوا شنو علاجك يعني. انت قلت لي هو قريبك هو؟ ايه ايه. قديش عمرها سنة؟ عمرها سنة. ما عندهاش انزلاق ولا شيء؟ كيف؟ انزلاق في الوجه بتاعها او في يعني لونه ازرق، الشفايف بتاعها لونه ازرق؟ لا ما عندهاش اي اعراض؟ لا ما عندهاش. وشنو السبب اللي خلاكم تقولوا ان رفعتوه المستشفى يعني؟ ايوه ايه، رفعناه المستشفى بس قالوا عندها. شنو السبب؟ ما نعرفش السبب. ما نعرفش. يعني أم فيصل بمعنى الدكتور حابب يوضح لك يعني هو شنو الأعراض اللي كانت واضحة عليه اللي اضطرت إن أنتم ترفعوه للتشخيص، وإن هو يكون ترفعوه للدكتور يعني. ايه، هو ديما مريض وتاعب هيك كله وضعيف شويه. يعني الوزن بتاعه ما يزيدش مع العمر. ايه لا، ضعيف هلبة هو. شخصه عنده زوز ثقب في القلب، شنو قالوا لكم؟ ايه، قالوا لنا عنده ثقبين في القلب، قالوا لنا بيديروا عمليه ان تبقى عمرها نص سنه تقريبا هيك. ايه، يعني ممكن نعرف الدكتور قال لك 16 سنه؟ نعم. الدكتور مني بس يعني؟ لا والله ما نعرف انا. انا هيك الحالات هذه عرفتها بس. يا اختي طبعا ما نقدرش نحكي زوز الثقب في القلب نقدر نديك تشخيص او شيء، يعني ضروري تجي للمركز الطلابس الطبي، حيديروا لك ايكو ويديروا لك التحاليل اللازمه ونشوفوا شنو السبب. يعني في اكثر من نوع، في ثقب يحتاج عمليه طارئه، وفي ثقب يحتاج عمليه بعد 16 سنه زي ما قال الدكتور، فهمتي؟ هو رفعوته لمستشفى القلب. داروا لها تخطيطات وتحليلات، قالوا لها لين تبقى عمرها 16 سنه. طيب ممكن انت محتاجه، اللي حابب يوصل الدكتور انك انت محتاجه ترجعي برضه وتراجعي المختصين زي ما نوه في البدايه ان فيهم متخصصين في هالمجال بشكل ضخم اكبر في مركز طرابلس الطبي. شكرا لك. طيب دكتور، يعني نحن في ختام هالموضوع، يعني شو نبدو ننصحوا كل المصابين بهالامراض، يعني مرضى القلب، يعني نصيحه اخيره لهم. النصائح طبعا من الصغار للكبار، وهي من الكبار اللي يهتموا بالصغار. الكبار طبعا اهم شيء المحافظه والمتابعه. المحافظه والمتابعه، اذا انت شخص عندك شرايين او عندك مرض في القلب تبي تحافظ على روحك، تبي تحافظ على الشرايين بتاعك، حتى لو كنت درت عمليه وما حافظتش ورديت على واتباع ممكن الخطه اللي المفروض موضوعها من قبل الدكتور المختص في التشخيص من البدايه، صح؟ المشكله عندنا في المريض الليبي، معلش اسمعيني بنقول الكلمه، المريض الليبي يعني يجي يعالج وقت هو يجي يعالج بس، لكن بعدين معلش بنقطه بس نقولها، بنشكر بس دكتور حسن المقور ودكتور خالد سوينيا ودكتور فتحي احمد سنيني دكتور جراحه في طبق، ودكتور سعاد عقوب اللي دعمني وخلاني السبب نجي من الطبق المركز الطلابس الطبي. نقول له شكرا لك. نحن اكيد نتمنى لك التوفيق دكتور انيس يونس، كنت معنا في هذا الصباح. مشاهدينا، في ختام حلقة اليوم أنا حابة نتشكر كل من تواصل معنا من بداية فقراتنا إلى نهايتها، أو حتى من انضم في للمتابعة. أيضا نتشكر ونعتذر من كل من حاول يتواصل معنا ولم يتمكن من المواصلة. نتشكر كل كادر العمل، تحياتي لكم أنا وكل العاملين ببرنامج صباح الشبابية. خاصة في ختام الحلقة نحب نشكر أيضا الزميل خالد دياب، وتحياتي لكم. دمتم في رعاية الله في هذا اليوم.